دقيقة طيب قبل السؤال. اوكي شفت قبل السؤال بقول لك الكلمه اللي اخذتها منك انت الان يوم قلت كانتي افضل لاعب في المباراه دي وحتى المباراه السابقه. خسر الاتحاد افضل لاعب في رايي في فريق الاتحاد، هذا اولا. اثنين، اعجبني مدرب الاتحاد. شوف رغم الخساره بتال انا متاكد كل الايام السابقه وفي خطه المباراه او المحاضره في المباراه كان يبني كيف يوقف قوه الهلال. يجب ان لا نبالغ بانتقاد المدرب لانه بصراحه امام فريق مكتمل من حيث العناصر والادوات والجماعيه. اذا الاتحاد بدا بشكل جيد وشفناه في الشوط الاول. يمكن الهلال صنع فرصه اللي هي كادش صنعها المتروفيتش وكره مالكم اللي تبادلها ولعبها مع بجاور القادم. بالعموم الاتحاد ادى شوط اول لكن وضحت قوه الهلال بصراحه بتال. جميل. اليوم الهلال يعني فريق صعب أن يقارن مع فريق آخر سواء في الكرة السعودية أو في آسيا للعناصر الموجودة وللمدرب وللأداء الجماعي. زائد آخر نقطة بقولها، اليوم سلمان الفرج هو سلمان 2017-2018 زائد نجومية دائمة لسالم الدوسري. جميل. حمزة بالنسبة لك دقيقتك اللي نبدأ بهدايم. يعني اعتقد ان المباراه بالنسبه للاتحاد يعني على وجه الخصوص كان ضحيه الاخطاء الفرديه. يعني كان ماشي في المباراه بشكل جيد بحكم انها مباراه اول شيء انها فيها ذهاب واياب. كان متحفظ. شفنا اليوم تقريبا 6 مدافعين داخل الملعب. حاول يقفل الاطراف لكن ما سلم من الاخطاء الفرديه. كان نوعا ما في الوصول نوعا ما يعني استطاع انه يخلق فرصه او فرصتين. لكن بشكل عام اعتقد كان الاتحاد يقدر يدير المباراه افضل مما كان. اللعب ب6 مدافعين صعب على حساب وسط الملعب. اذا سلمت الهلال وسط الملعب وخليته هو يتحكم في الرتم صعب. ما عندك ادوات الهجمه المرتده. ما عندك المهاجم السريع. فلا بد انه يستفيد من المباراتين اللي لعبها. طيب حمزه يجهز لمباراه الاياب بطريقه مختلفه. خليني اسمع وجهه نظرك انت في شرحك في انا عجبني المدرب. لا خلينا موضوع مدلة وسكور كادش فواز كادش وزكريا. يعني انت كانك تلعب بظهيرين بس هو كان يعطي فواز طبعا ادوار هجوميه. مدلة يعطيه خط النص ما تتعداه. اعطني شرحك. بالتالي وش قوه الهلال في الفتره الاخيره؟ ايوه اطرافه. قوه الهلال سعود ومالكم. ايوه سعود ومالكم. لاحظ سعود كانه جناح ومالكم لاعب مبدع يدخل للداخل. اثنين الهلال الجهه الثانيه سالم قوه هائله وياسر يكمل الى الدقيقه 40 الى قبل الهلال ما يسجل. هل لاحظت القوه ذي ظاهره في الملعب؟ انا في رايي انها ما كانت. اذا المدرب وظف صح. الاخطاء الصغيره ذي اللي يرتكبها اللاعب هذه من مسؤوليه المدرب. حتى يعني انا وش اللي يعجبني كادش حتى يحب يدخل جوا لا في المره ذي كان ثابت. زكريا هوساوي لاعب ممتاز جدا من حيث التكنيك عكس ثنائي عليه من حيث التكنيك ممتاز جدا. من حيث التكتيك ضعيف. انا شفته والله في كم لقطه الى الدقيقه 60 احيانا يركض بدون يعني تعرف اللي يعني يضيع جهده في ادوار مو مطلوب منها. اثنين فواز ومدلة أدوا في فترة كثيرة شيء جيد أغلقوا منافذ الهلال. طيب في العمق كان فابينيو وكانتي يمارسون الخبرة كلها. لو شفت الهلال اللي أحيانا يجي من العمق التبادل اللي سالم يدخل ومالكم كان كانتي وفابينيو كان لهم ادوار وبالذات فابينيو في هذه المباراه كان له دور مهم. طيب ليش ما شفنا الهلال في احسن حالاته ال40 دقيقه؟ انا في رايي المدرب. طيب المدرب مو مسؤول عن رومارينيو اللي لا يظهر اطلاقا لا في المباراه السابقه ولا في هذه المباراه. مو بذنب المدرب ان حمد الله يعتمد على حاله فرديه في كل كره تصله مع توتر غير عادي. اللاعب المتوتر ما يقدر يلعب 1 على 1 بشكل ممتاز. هذا الضعف زائد الفوارق الفنيه اللي موجوده بصراحه. يعني انا اللي اعجبني في الاتحاد اللي اتنبأ له ان شاء الله بالمستقبل سعد الموسى اللاعب الصغير في السن كان يؤدي ادوار ممتازه في الفريق. لكن بالعموم بصراحه
الاتحاد كان ممكن يخسر بنتيجة أكبر من ذلك. الهلال سجل في وقت مهم 40 و42 لكن اكتفى بذلك. ومع ذلك ترى الهلال مو بأحسن مباراة لعبها. اليوم الهلال ترى بالتال هو ما يعني يختار 5 أجانب وعنده زيادة، بينما الاتحاد أحسن اللاعبين الموجودين، إذا قلنا رومارينيو وفابينيو هذول أحسن اللاعبين، ومع ذلك الاتحاد لا يرتقي لأنه يكون يستطيع مجاراة الهلال فنيا. أنا أتكلم والله بموضوعية تامة بعيدا أنه هذا الهلال ولا هذا الاتحاد. اليوم الهلال متفوق، مدرب الاتحاد قرأ جيدا وحاول يحد من خطورة الهلال بالطريقة اللي سواها ونجح فيها، لكن اخطاء فرديه. الكابتن حمزه قالها، مو هو اللي قال مد الله حاول يعني ترتكب مثل هذا الخطا في داخل ال 18. مو باللي يقول زكريا تروح تضغط في كوره، لاحظها بالتالي دقيقه اعتقد 9 يضغط الى الحارس جري، ما في لاعب يقدر يلعب سبرنت رايح جاي لمده 3 دقائق، هذه ما يستطيع لاعب الاداء هذا. اوكي انت في الاخير لو شفت يوم نزل مخزون اللياقي لزكريا بدينا نشوف سعود عبد الحميد بشكل افضل. عشان كذا اقول المدرب نجح ولاعبين لم يواكبوا نجاح المدرب. جميل. حمزه انتهت. حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا مثيرا على نظيره نادي الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الكلاسيكو الاسيوي التي اقيمت على ملعب المملكة ارينا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا. وتقدم الصربي ألكسندر متروفيتش بالهدف الأول لنادي الهلال من علامة الجزاء، وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لنادي الهلال سريعا بعد تلقي تمريرة عرضية من مالكم ليوضع الكرة في شباك الحارس عبد الله المعيوف. وواصل نادي الاتحاد المباراة ب10 لاعبين منذ الدقيقة 66 من عمر المباراة، والتي شهدت إشهار بطاقة حمراء مباشرة للاعبه الفرنسي كانتي بداعي التدخل العنيف ضد السنغالي كولوبالي مدافع نادي الهلال. هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة أو الجوهرة المشعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتأهل الفائز من الهلال ضد الاتحاد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ليواجه الفائز من النصر ضد العين الإماراتي. وخلال المباراة غادر النجم الصربي سافيتش نجم نادي الهلال مصابا في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الثاني من عمر المباراة، وخرج اللاعب وقام بربط قدمه على دكة بدلاء نادي الهلال في إشارة إلى أنه تعرض لكدمة على مستوى القدم. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة في الشوط الثاني خرج سالم الدوسري متأثرا بإصابته ليحل بدلا منه نجم نادي الهلال الصاعد محمد القحطاني. ويتعرض الثنائي للإصابة في أخطر مراحل الموسم الحالي، حيث يعول خيسوس على كل منهما في تلك المرحلة المهمة للحفاظ على حظوظ النادي الأزرق في الدوري وأبطال آسيا. ومن المنتظر أن يخضع سافيتش وسالم الدوسري لمزيد من الفحوصات داخل نادي الهلال للوقوف على آخر مستجدات إصابة اللاعبين. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.